وزي ما صورنا لحضراتكم يا جماعة في محطة توسن ومحطة المعمورة والمنتزه والعصافرة ورفع المساحات وجلسات التربة من المهندسين، النهاردة معانا فيديو في سيدي بشر يا جماعة اهو، محطة سيدي بشر، والآن بيتم رفع المساحات قدام حضراتكم يا جماعة. أنا قلت أجي أصور فيديو لحضراتكم برضو اللي بيحصل في محطة سيدي بشر. فالحمد لله يا جماعة يعني تم التنفيذ على أرض الواقع قدام حضراتكم اهو. يعني يا ريت اللايك، ولو حضرتك مش مشترك في القناه يا ريت الاشتراك وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله عن مشروع مترو الاسكندريه. والمترو يا جماعه هيبقى هنا علو، هيبقى هنا على كوبري. يعني هو المفروض من قبل الظهريه بحاجات بسيطه يطلع على كوبري، يفضل ماشي على كوبري لحد محطه توسن، ثم بعد محطه توسن بحاجات بسيطه يبقى سطحي. تمام، هي دي الخريطه يا جماعه. فخلينا نشوف برضو لو حصل اي جديد في الخريطه او تغيير ولا كده في المسار في الاماكن العلويه والسطحيه بقول لحضراتكم باذن الله. وان شاء الله يا جماعه يعني المترو هنا في مكان قطر ابو قير هيبقى افضل بكتير، يعني ولا تسول بقى ولا بلطجه ولا الحاجات اللي انتوا عارفينها دي يا جماعه، وهيبقى فيه امان ان شاء الله. فان شاء الله المشروع يتم تنفيذه على خير، واي جديد باذن الله بيحصل في مشروع مترو الاسكندريه اقوله لحضراتكم باذن الله. وهنا في محطة سيدي بشر يا جماعة في مسجد هيتم إزالته من ضمن المساجد اللي هي على حرم السكة الحديد، 13 مسجد زي ما قلت لحضراتكم. وأنا بطلب من حضراتكم يا جماعة يعني فضلا وليس أمرا لايك على الفيديو عشان اللايك بيدعم القناة، وبشكر حضراتكم. بس يا جماعة ده كان فيديو سريع عن اللي بيحصل في محطة سيدي بشر، وحضراتكم عارفين ان احنا بنلخص فيديوهاتنا يعني في 3 4 دقايق 5 دقايق بالكتير، فما بنقعدش نتكلم ياما. بس فسلام، وان شاء الله انتظروا مني فيديو جديد.